السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في خير حال. معاكم استشاري ومرشد نفسي حنان حامد. النهاردة موضوعنا عن الكذب عند الأطفال. المحاضرة هتكون كلها بتتكلم عن أسباب الكذب ودوافعه عند الأطفال وطرق علاجه. هسيبكم مع المحاضرة. نصيحة حبيباتي بجد، كل الأمهات والزوجات اللي موجودين معانا حبايب قلبي، احنا لازم زي ما بنهتم بالجانب التعليمي للأولاد، مهم جدا نهتم بالجانب التربوي. لو التعليم بالنسبة لكم مهم مرة، التربية مهمة 3 4 5 مرات أو أكتر من كده مقابل التعليم. التعليم قاعد مش هيخلص. دلوقتي التعليم متاح ومفتوح للأعمار إلى ما لا نهاية، يعني ما شاء الله موجود يعني. لكن لو فاتنا سن التربية والتأسيس نفسيا وسيكولوجيا، اللي هو برضو الجانب النفسي، آه، وموضوع إن أنا أهتم بأي سلوك غير طبيعي أشوفه في ولادي، رجاء يا ريت ما نستهترش بيه، لأن بيولد من خلاله الاستهتار سلوك بعد سلوك بعد سلوك لغاية لما يبقى نمط حياتي سلبي. صعوبة العلاج وقتها بيبقى يعني بياخد وقت ومجهود وماديا بشكل يعني صعب يعني. فربنا يحفظكم يا رب ويحفظ لكم أولادكم. آه، أنا هقول لكم باختصار في الأول، بشكل ملخص كده، تعريف الكذب، وهقول لكم أسبابه كده، وبعد كده هقول لكم كده قصة صغننة كده، يعني من خلال يعني موقف حصل معايا أنا عن طريق حالة، من باب الوعي، إن أنا بديكم كده شيء من التوعية، وبعد كده نكمل موضوعنا. تعريف الكذب. الكذب يا جماعة، حبايبي، سلوك مكتسب. يعني الطفل ما بيتولدش وهو كذاب، او بيبقى يعني موجود معاه وراثيا، مثلا ما بياخدوش من الاب والام او من حد من افراد الاسره، ولكن يكتسب آه، بشكل او باخر. يعني ممكن من داخل الاسره، ممكن من خارج الاسره، يعني الاسره الدراسيه في المدرسه، او من باب ناحيه اي حد من المعارف من القريبين. بيتاخد في البدايه على انه شيء يعني لعبه بيجربها الطفل، وخطأ بسيط من الأب أو الأم بيبقى شيء يعني خلاص بيبقى ممارسة بدون ما نقصد. ممكن إحنا نثبت أو نأكد السلوك ده لأولادنا بدون ما نشعر. أخطاء يعني إحنا هنبقى نتكلم عليها برضو. فالسلوك المكتسب ده ممكن يؤخذ بشكل يعني هنعتبره ليس فطري او مورث. لا هو فطري بيتولد بيه الطفل، ولا هو مورث بيتاخد من الاب والام. من السن الصغير اللي هو سن سنه لغايه 5 سنين، انا ما اعتبرهوش ده كذب، ما يتقالش او ما يطلقش عليه كذب. ليه؟ الطفل في الفتره دي، في فتره ال5 سنين الاولى، بيبقى عنده يعني مساحه خياله واسعه جدا. يعني خياله بيبقى واسع جدا، ودي ميزه مش عيب، ولكن احنا ما بناخدش بالنا. يعني ممكن مثلا انت وبتعلميه حرف، بتقولي له مثلا ث ثعبان مثلا، بيسرح كده، تلاقيه رفع عينه كده او سرح على جنب كده، جاب عينه كده ناحيه يمين شويه كده، مثلا الجانب اللي هو الخيال، او لفوق كده بيفكر، بيتخيل الثعبان ده. بعد شويه آه، بنلاقي ان خياله خلاه تخيل ان يجي يقول لك ماما انا لقيت تعبان مثلا تحت الترابيزه، او لقيت مش عارف ايه. فانت بتقولي ده الولد بيكذب.
لا هو مش بيكذب، هو خياله بيتخيل او بيعيش احساس ان الكلمه اللي ماما قالتها دي، الثعبان او الاسد او الحاجه اللي قالتها دي، بيقعد يرسمها في خياله. وبعد كده بقى بيسرح بخياله ان هي موجوده هنا او هنا فبيجي جري عليك انت ويقول لك ماما انا شفت كذا. بعد كده ده يعتبر النوع الاول من انواع الكذب. هم يعتبر مثلا حوالي 7 انواع من الكذب. الاسباب اللي هي التداعيات او الدوافع، إيه الدوافع اللي تخلي الطفل البنت او الولد يكذبوا. فده اول سبب، اللي هو اصلا ما يتسماش كذب، ما يتقالش، انت ما ينفعش تقولي للولد انت كذاب، لان انت حتى هو نفسه ما يعرفش يعني ايه كذب، انت كده عرفتيه يعني ايه كذب، انت قلتي اللفظ قدامه، فكده عرف ان في حاجه اسمها كذب. اما جربها بقى يعني ما دام شدت انتباه ماما يعني. آه، بنيجي بعد كده في حاجة أو سبب تاني بيعتبر دافع الخوف. أنا عملت حاجة أو بوظت حاجة، فماما لو عرفت هتزعق لي أو هتعاقبني، فأنا من دافع الخوف أنا مش هقول لماما على الحقيقة، مش هعرفها إن أنا عملت كذا، فهقول أي حاجة بقى. احنا بقى من غير ما نقصد بناخد الحاجه اللي الولد قالها، مثلا ابني مثلا هو وبيلعب كوره كسر مثلا فازه او كسر اباجوره او ايا كان. يجي مثلا الولد انت تيجي على الصوت مع اخوه الصغير مثلا في الغرفه او في المكان، فيجي يقول لك ما انت تسالي مين اللي كسر الحاجه دي، فيقول لك يا ماما انا مش انا. هو خايف، هو عارف ان انت ممكن اعتاد منك ان انت مثلا ايه بتضربيه بتعاقبيه بتتصرفي بتمنعيه من حاجه بيحبها، فعمره ما هيقول لك اللي حصل. جه بكل بساطه وبذكاء طفل قال لك يا ماما ده الفازه كانت هتيجي على اخويا وانا زقتها بعيد مثلا، فانت بدل ما كنتي هتعاقبيه مدحتيه، حبيبي برافو، طيب شاطر ان انت عملت كده حبيبي انت يعني حاجه كويسه ان انت عملت كده او صرت بشكل كويس. الولد مع نفسه انت دلوقتي ما يعني الكلمه اللي انت قلتيها دي ثبتت عنده، ماما شكرتني ان انا كدبت، او اللي انا عملته ده خلى ماما قالت لي كلمه حلوه، بناء عليه خلاص يبقى انا كده بعد كده بقى هقول لماما حاجات زي كده، فماما هتنبسط مني وهتقول لي كلام حلو، هتمدحني. فدي من ضمن الحاجات برضو الاسباب اللي احنا ما بناخدش بالنا منها وبتحصل مع الولاد. في حاجة تانية برضو اسمها الكذب العدواني. يعني ايه الكذب العدواني؟ ان ابني مثلا او يعني او بنتي بتلعب مع اخواتها، بس في عندها حاجة ان مثلا اخواتها بيبقى بيتميزوا في شيء معين، انت بتنتبهي لاخوه او اخته بشكل ملاحظ عنه، هو ما عندوش يعني ما عندوش مهارة ان هو مثلا بيعرف يلفت انتباه ماما او بابا او كده، فبيتولد جواه مشاعر عدوانية ان انا هحاول اعمل اي حاجة عشان تخلي ماما وبابا ينتبهوا ليا يكلموني زي ما بيكلموا اخويا او اختي، فيقول اي كلام كده. ان يكذب يقول انا النهارده مثلا اخويا مثلا اتصرف بالشكل الفلاني وانا حشت عنه، او كان هيتضرب وانا حشت عنه، وهو ما يكونش حصل الكلام ده مثلا، بس على اساس ان هو عايز يسمع كلمة من ماما حلوة، عايز يلفت الانظار، فيقول اي كلام يخلي ماما او بابا ينتبهوا ليا، يبصوا ان انا بعمل حاجات كويسة زي اخويا او اختي. بيجي بعد كده سبب تاني وهو سبب الغيرة، وهو يعني يشبه السبب اللي قبل كده، يعني يعتبر مكمل لفكرة الكذب العدواني. هي بتيجي من الغيرة أو إن لفت الانتباه للأب أو الأم، إن أنا عايز ألفت انتباه ماما أو بابا فبكذب عشان ينتبهوا ليا وأقول لهم إن أنا بعمل حاجات كويسة يعني غير العادة بتاعتي فينتبهوا ليا. بعد كده بيجي فكرة التقليد. يعني فكرة التقليد إن أنا عايزة أقلد بابا،
او عايزه اقلد الميس بتاعتي، ممكن في المدرسه سمعت مثلا الميس بتاعتها بتكلم زميلتها في الشغل، يعني في المدرسه، بتحكي لها عن حاجه مثلا في الفصل انا عملتها مع الولاد وهي اصلا ما عملتش الكلام ده. فالولاد بتنتبه، الولاد عندهم موضوع الانتباه في الفترة دي، بيبقوا مركزين مع الكبار بشكل غير طبيعي. انت نفسك ما بتبقيش واخدة بالك كأم او معلمة او اب، بيبقى مش منتبه ان ابني او بنتي مركزين معايا قوي كده، مركزين في كل كلمة بقولها، مركزين في كل حركة بعملها، حتى البادي لانجوج بتاعتي بيحاول يقلدني، بيعمل نفس حركاتي، بتشكل ولادنا بشكل غير طبيعي. فبيجي بيقلد بابا في البيت مثلا قال مثلا حد اتصل بيه بالتليفون، قال له قال لماما قولي له مش موجود. ده بابا، انا ده بابا عمل كده يبقى ده حاجه حلوه، بناء عليه ان هيبقى بعد كده يبدا يعمل نفس الحاجات دي مع اصحابه، مع الناس اللي حواليه، يقول اي كلام زي يعني يعتبر الموقف اللي بعد كده او السبب اللي بعد كده اللي هو كذب الشعور بالنقص. حاسس الولد حاسس بشيء من النقص، ممكن يكون بقى بسبب حاجة حصلت يفضل الطفل بقى مثلا حاسس بشيء، في حاجة عنده مشكلة نفسية واحنا ما انتبهناش، عنده شعور بالنقص، فيقول الطفل مثلا يكذب، مثلا يقول ايه للولاد في المدرسة، يقول انا عايش في مثلا فيلا، وانا عايش في يعني وضعه او حاجه زي كده، فيقول للولاد بابا جاب لنا عربيه بالشكل الفلاني احسن، شكله افضل. آه، السبب اللي بعد كده اللي هو لما يكون الطفل عندي ابني او بنتي عندها ضعف بدني، ضعيفه بدنيا، الطفل الضعيف البدني بيبقى عنده برضه شعور بشيء من النقص، او يعني يثبت وجوده، يثبت ان هو حد يعني آم، كويس واقدر بيت بعد ما يكون جه من قصه كده من ولا شيء. ماما انا ضربت مثلا اتنين صحابي النهارده يا ماما مره واحده، انا مسكتهم ضربتهم او عملت كذا كذا. فطبعا عايز يثبت لمامته ان انا مش يعني مش نحيف او ضعيف، انا بقدر اعمل، انا بقدر. آه، الحاجه اللي بعد كده عنده عدم ثقه في نفسه. يعمل ايه مثلا؟ يعني مثلا عايز يعمل لنفسه هالة كده من الاهتمام، ان انا ماما مهتمة بيا ومهتمين بيا في البيت، تعويضا على فكرة برضو عدم الثقة. يحاول بقى يقول اي كلام يخلي شكله برضو كويس ملفت، كلام ان هو مثلا عايز يبنوا اقل من اخواته في شيء معين. ده اللي هو السبب الاخير، اللي هو برضو يعتبر من اسباب او جذب الانتباه. انا حاسس اني مثلا عندي حاجه مخلياني اضعف من اخواتي، انا ميزه، واخواتي كل واحد مميز بميزه، انا ما عنديش حاجه زي كده. ممكن يكون بقى في نسبه ذكاء، في شكل بدني، مثلا ممكن الولد يكون اسمر شويه، درجه بشرتهم شكلهم وسيم شويه، بيبقى عندهم حاجات بتلفت نظر دايما مامتهم بدون ما تقصد الام. يعني دايما احنا يعني كأم بتختلف، بتميزه عن بقية اخواته بدون ما اشعر او واخد بالي او اراعي مشاعر الطفل. عندي وقت من وقت للتاني اقعد مع ابني واتكلم معاه، اعرف دوافعه للكذب، اساله الاول قبل ما اطلق عليه انت كذاب، انت انسان كذاب، او تتصف بالكذب، او انت مش صادق، قبل ما اقول اللفظ ده على ابني. لاني انا بكده باكد يعني انا لما بقول لفظ لابني انا باكده بيفضل الولد واخده ومعتمد عليه وبيتصرف بناء عليه، انا ماما شايفاني كذاب، فانا هتصرف بناء على اني انسان كذاب. من الالفاظ اللي تخلي الولد ياخد الموضوع بقى خلاص، بقى انا متشاف بالشكل الفلاني. بالمناسبة بقى عايزة أقول الموضوع اللي أنا كنت اتكلمت عليه في الأول، كان فيه يعني حالة أو عميل. انتهت المحاضرة بتاعتنا، يا رب تكونوا استفدتم، وانتظرونا في محاضرات وفيديوهات تانية كتير، هنتكلم في مواضيع كتير.
وأتمنى إن انتوا تنضموا لأسرتنا على القناة هنا، جنة الدنيا معنانا، وفي أكاديمية جنة أكاديمي، عشان تستفادوا أكتر وتتعرفوا على مواضيع أكتر محتاجينها مع أولادكم. أستودعكم الله، السلام عليكم.